باش تحيد منك الفوبيا في السياقه، خاصك تكون عسكري، خاصك تكون جندي دائما السلاح في يدك. والسلاح ديالك شنو هو؟ ها لومبرياج، ها الفران. يعني جوج حاجات، الا ركزتي على جوج الحاجات ما يبقاش فيك شي حاجه سميتها الفوبيا. اذا غتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا، غنوريكم الطريقه السهله والانجع وفوقاش كنستعملوا هذه العمليه هذه. كيفاش نكتسبوا ردة الفعل في السياقة؟ هذا هو الدرس نتاع اليوم، واللي هو دائما كنقول لكم الاستعداد باش نحيدوا هذا المشكل ديال الفوبيا من السياقة. الاخوان انا استعملت هذا السلاح، علاش؟ باش نوري لكم بان الاستعداد الاخوان هو ان رجلك دائما خصها تكون فوق لومبرياج. هذا هو لومبرياج انا عندي، وهنا هذا هو الفران. اذا لقيت فاش غنشوف الخطر شنو غادي ندير؟ غنصدم على لومبرياج وغنخلي رجلي فوق الفران. الا شفت القضيه حامضه نفراني. هذا هو الدرس نتاع اليوم، وانا غنوري لكم في لومبرياج والفران. صراحه دائما الاخوان كنقول لكم ملي تكونوا سايقين وكمبتدئين في السياقه، خلي رجلك فوق الفران باش تكون في الامان. ردة الفعل الاخوان كتكون بهذه الطريقه هذه، يعني رجلي فوق الفران، رجل الاخرى فوق الاكسيلاتور. ملي كنكون ماشي في الطريق كنشوف القضيه ماشي هي هذيك، اولا كنشوف شي خطر قدامي ولكن خصني نشوف على مسافه ابعد، كنصدم على لومبرياج، رجلي كتكون فوق الفران، يعني كنزولها من الاكسيلاتور كتحطها فوق الفران. ان فوا تشوف شي خطر نوقف السياره ديالي. اذا دابا فهمنا فاش يمشي اللي قدامي شنو كندير؟ كنزول رجلي على الفران، كنمشي اكسيلاتور، كنبدل لاباطا فيتاس، كنطلق لومبرياج وكنكسيري، ودائما كنخلي رجلي محطوطه فوق اللومبرياج. هذه هي الطريقه السهله والابسط اللي غتخليكم دائما مستعدين، وهذا الشيء غنشوفوه في الطريق. هانتوما الاخوان انا نعمل معكم التجربه وتشوفوا. دابا انا رجلي في لومبرياج ورجلي في الفران. دابا غنطلق لومبرياج وغنكسيري شويه، وانا رجلي مازال فوق لومبرياج، يعني ما حيدتهاش من فوق لومبرياج. فاش كنشوف شي روينه بحال هكذا كنصدم على لومبرياج، رجلي على الفران، كنفراني شويه، كنقص السرعه ديال الطوموبيله ديالي وكنمشي بلاتي عليا. رجلي دابا على لومبرياج والفران، انا كنفراني غير بشويه بشويه. انا طلقت الفران، انا طلقت عاوتاني لومبرياج، وغنزيد واحد شويه حتى لقدام عندي على ما تقف. غنصدم على لومبرياج هو الاول، غنفراني بشويه بشويه وغادي نوقف باش نعطي حق الاسبقيه. نشوف شكون اللي جاي من اليسار ديالي، غنطلق الفران بشويه وغادي نطلق لومبرياج ونكسيري شويه ونصدم على لومبرياج ونعمل مستوى رقم 2. دابا مازال رجلي فوق لومبرياج. منين تكون ماشي في الطريق دائما خلي مسافه امان كافيه بينك وبين سائق السياره اللي قدامك، كتشوف فيه هو كيفراني حتى انا زاطم على لومبرياج وكنفراني بشويه بشويه. ها هو طلق الفران دابا هو. اذا انا نطلق الفران حتى انا، ولكن دائما رجلي فوق لومبرياج، انا زاطم على لومبرياج وكنفراني بشويه بشويه وكنوقف موراه بكل سهوله. نعمل المستوى رقم 1، نطلق الفران عاوتاني نطلق لومبرياج بشويه بشويه، نرد بالي في ملتقى الطرق. اذا هنا غنكسيري شويه وغنصدم على لومبرياج، نعمل المستوى رقم 2، ندير السينيال اليسار وندور باش نمشي في حالتي. اذا الاخوان راه ساهله الامور. نصدم على لومبرياج، رجلي على الفران، فراني شي شويه. لا شفت شي واحد غيقطع في ممر رجلي غنقص له شويه السرعه ونخليه يمشي ونطلق عاوتاني الفران ونطلق اللومبرياج. هانتوما لاحظوا هذه الحاله هذه، انا صدمت على لومبرياج قبل ما نوصل عنده. الفران انا فرانيت، انا وقفت عطيته الاسبقيه، انا عملت المستوى رقم 1، طلقت الفران طلقت لومبرياج. اذا شنو اللي مخالعني؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه.